اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشني خلاص من اخر فيديو نزلته حبايب قلبي. يا رب دايما منوريني ومشرفيني، وما تحرمش منكم ابدا، ولا من كلامكم العسل ولا من دعواتكم العسل اللي بتدعوها لي. شكرا شكرا لوجودكم جنبي، وشكرا لانكم موجودين في حياتي، وشكرا لكل اللي دخل لي جديد في القناه. وشكرا كمان لحبايب قلبي اللي منوريني من اول ما فتحت القناه. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي كمان. يلا بقى نبدأ روتيننا النهاردة، روتين قوي كده ان شاء الله بإذن الله هيشجعكم. وكمان يلا بقى ايه، لو بتشوفوا الفيديو اعملي كوباية شاي حلوة كده او نسكافيه او اي حاجة بتحبيها، ونصحصح كده ونفطر، وبعد كده نقوم نسمي الله. اول بس ما تبتدي كده بصي، لا هتحسي بقى ببرد ولا اي حاجة، هتحسي ان انتي متشجعة كده وعايزة تشتغلي كل حاجة وعايزة تخلصي كل اللي وراك. بصوا بقى، انا الفيديو ده طويل يعني، انا اصلا مسرعه لكم كل اللي انا عملته مسرعه لكم، بس ده الروتين اليومي اليوم اللي انا بصي من اول النهار لاخر النهار بديته معاكم يعني. تمام. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنغسل المواعين طبعا، نروج المطبخ كده. وبعد كده عندي شويه هدوم هنطبقهم كمان معاكم. هنعمل ايه تاني يا رب؟ هنعمل صينيه كيكه حلوه نفطر بيها كده بعد. بصوا يعني انا بس انا كنت صاحيه بدري صراحه، يعني انا كنت بغسل المواعين هنا، وكنا بعد الفجر. وعملت بقى الكيكه وكده وخلصت يعني وبصوا، وطبقت الهدوم بقى ايه بعد ما عملت الكيكه وكده وفطرنا كمان منها. وبعد كده ما هنمسك الشبابيك بحالها نفتحها معاكم. والصراحه اللي في اليوم ده كانت الشمس طالعه والجو كان عسل كده. قلت بقى افتح الشبابيك نص ساعه كده وبعد كده نقفلها يعني. الايام في ايام بتبقى هوا ما بنرضاش نفتح، لكن لما بيكون الشمس طالعه وكده والجو حلو بنفتح بقى الشبابيك، بتشمس الشقه كلها كده. وهنعمل ايه؟ هنعمل الغدا مع بعض. هنعمل غدا بانيه بس بالجوانح وكده. يعني ايه، هعمل معاكم غدا حلو. وهنعمل مكرونه بالصلصه. وبصوا، روتين قوي يعني بجد هيعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتوا عارفين انا بقالي يومين ما اتكلمتش معاكم، يعني من اخر فيديو نزلته. يعني انا كنت منتجه لكم الفيديو مثلا يوم الاربعاء، نزل لكم يوم الاربعاء. بصوا الخميس بقى والجمعه. النهارده الجمعه، حاسه بقى ان انا ايه، انا بقالي يومين كده حاسه ان انا ما اتكلمتش معاكم من زمان يعني. بصراحه والله بحس ان ناقصني حاجه كده لما ما اتكلمش معاكم. بس انا الحمد لله يعني، مش عايزه اقول كل فيديو اقول لكم ان انا كنت تعبانه وكده. بصوا بصراحه يعني انا ما كنتش لسه مجهزه الفيديو كده يوم الخميس. وكمان وكان النت بطيء خالص مش هينزل. انا بصوا ظبطت كل حاجه وكنت هتكلم فيه، بس النت كان فاصل كمان. والله ما بيحوشني عنكم غير النت، لكن انا عادي مش عايزه برضو، ما بحبش اقصر معاكم في حاجه. ولا بحب ان انتوا مثلا تكتبوا لي الكومنت ده لما تتاخريش علينا، وده كله انتوا عارفين ان انت تقولي لي كده تاخريش علينا، ما كده بتوحشينا كده، ده حاجه عندي بالدنيا كلها والله. بس انا يعني ساعات الظروف، وانا مفهمك وجايله لكم يعني في فيديو قبل كده عشان ما تزعلوش مني برضو، ان الظروف بس اللي بتحكم ان احنا ايه. وبالذات في الشتاء، انتوا عارفين في الشتاء طبعا الكهرباء بتقطع. النت ما بيكونش مظبوط مثلا، بيكون ضعيف الاشاره كده، انتوا فاهميني طبعا. اللهم صل على النبي. قلت بقى ايه، هنزل لكم الفيديو ده يوم السبت وخلاص. بصوا والله كنت مجهزاه، ده الفيديو ده كان بتاع يوم الخميس صراحه يعني. كنت اهو كنت هنزله لكم كده، بس انا ايه بقى الظروف حكمت بكده يعني. بس خلاص قلت بقى ايه هنزله لكم في اول الاسبوع، ونبتدي تاني مع بعض يعني. بصوا على حسب يعني ما الدنيا تبقى متظبطه مع الواحد كده، بنزل لكم على طول الفيديوهات كل يوم. بيكون مثلا في ظروف بنزل لكم مثلا يوم زي ما زي ايه ما بتيجي يعني. تمام. لكن انا لو عليا عايزه انزل لكم كل يوم، حتى والله يوم الجمعه كمان يعني. مش عارفه لاني انا بتواصل معاكم في الفيديوهات دي. آه، يعني لو عليا ولو فاضيه والله لانزل لكم كل يوم مثلا. انا كنت ساعات ايه الفيديو كنت بعمله من العصر يعني قبلها بيوم وكده. دلوقتي كنت ساعات بعمله بصوا هي سبحان الله، ساعات بنزله الصبح بمنتجه الصبح وانزله لكم كمان وبينزل في ميعاده. دلوقتي ساعات بعمله العصر والله بنرجع نمسحه تاني ونرجع نرفعه تاني على القناة. مش عارفة النت بيجي فاصل، لما بيفصل بيفضل الفيديو بقى على ما هو.
مش عارفه، حاجه غريبه صراحه. وساعات نبقى مش عامله له حساب بالبركه كده واعمله ونقول مثلا لو ما نزلش هنزله بكره وخلاص، بلاقيه بقى نزل يعني. هنا بقى تعالوا نعمل الكيكه مع بعض. بصوا دول كانوا 4 بيضات. لو عندك بس اعملي الكيكه اللي انا هعملها ده بيضتين بس مش 4. بس البيض ده عارفين هو باين كبير في الشاشه. والله البيض ده بصوا، اصلا الفراخ لسه باديه تبيض، البيضه صغنونه كده خالص. قلت انا بصراحه كان هافف عليها الكيكه دي، يعني ايه، هي طقت في دماغي كده الصبح بعد ما غسلت المواعين. قلت احنا لسه بدري، وطبعا انا عمري ما هطلع يعني للطيور مثلا، الولاد نايمين، الدنيا كده مش هعرف انضف. قلت بما ان انا بقى صاحيه بدري وغسلت المواعين والمطبخ زي الفل، ولسه بقى الاكل مش هحضره دلوقت، قلت هعمل بقى صينيه الكيكه دي. عملت بقى ايه، جبت هنا عملت ايه، جبت 4 بيضات وفانيليا وبودر، وهنا حطيت كوباية سكر وكوباية لبن رايب ومعلقتين كبار سمنة زبدة. حطيناهم في الخلاط وهنضربهم كويس. بصي هتحطي المقدار ده، يعني انا رجعت تاني زودته ربع كوباية حليب بعد ايه ما لقيت القوام يعني صراحة مش هيبقى ياما يعني. عارفين اللهم صل على النبي. بعد ما ضربته كده حسيت ان هو السمنه زياده او كده مش عارفه، حسيت ان انا حاطه سمنه زياده، جتني مزوده شويه حليب وحاطه ايه عشان نعدل الكيكه برضو لان لقيتها بتقطح كده. حطيت بقى ايه شويه حليب وزودت دقيق تاني عشان السمنه طلعت معايا. بس انا هقول لكم المقدار ده تعمليه بالظبط ازاي. تحطي كوبايه سكر وكوبايه وربع حليب ومعلقتين كبار سمنه زبده، تمام. او مثلا كوبايه زيت، الا يعني الا حاجه بسيطه لو هتعملي بزيت، او كوبايه زيت على سمنه. مش الكوبايه كلها، يعني كوبايه الا ربع وزياده شويه يعني، تمام. هنمسك بقى ايه ده كله نضربه كده. ونزلت بقى بال4 بيضات. بص انا قلت لك حطي بيضتين بس ما تحطيش 4 لان عندي البيض ده بص عارفين زي البيض الحمام، بيض صغنون خالص كده. هنحط بقى الدقيق على حسب بقى، يعني من كوبايتين ونص لكوبايتين حق دقيق. هنضرب الخليط ده كله تضربيه كويس. بصوا لو تشوفوا دلوقتي ما كانش بيطلع اصلا في المضرب، ليه؟ لانه مقطح كده والسمنه ياما. هنا رجعت زودته، ورجعت كمان زودته معلقتين حليب، يعني زي ربع كوبايه حليب ودقيق زودته. في ايدك برضو ان انت تعالجي الحاجه، يعني مش حكايه المقدار وخلاص. والله انا بحاول اعمل لكم بالمقدار بالظبط عشان الحاجه انتوا بتحبوا المقادير وكده، لكن انا بعمل الحاجه بالبركه كده وبتطلع زي الفل. ايدي بقى بتتعود عليه. هنا خلاص كنا عملتها. بصوا اللي هو الجارب ده، هو مش صغير يعني، هو معقول على اللي ايه الكوبايه والكوبايه والكوبايه، تمام. مسكته بقى هدهنه كده بالزيت ويرش عليه رشة دقيق. تبطنيه كده بالدقيق علشان الكيكة، يعني ايه لو عايزة تقلبيها مثلا تحشيها من نص كده هتطلع معاكي ايه سليمة وكده. بصوا القوام ما كانتش اصلا الكيكه بتشيل خالص معايا في المضرب، لكن لما زودتها شويه حليب يعني لما تلاقيها تقطح كده ومش هتشيل معاكي في المضرب ان هي تصب معاكي كده، تزوديها مثلا شويه دقيق او شويه حليب وتعالجيها بالدقيق، فاهمني؟ هتضطر معاكي هتعالجيها بشويه دقيق. في الحاله دي لما تكون الكيكه بتقطع معاكي وكده بتكون السمنه بتاعتها زياده. انا صراحه حطيت سمنه زياده يعني، تمام. ده بقى الجارب ده هتحط عليه ايه المقدار بتاعه. هيبقى كوبايه وربع لبن رايب. انا كنت حاطه لبن رايب مش حليب. كوبايه وربع لبن رايب او كوبايه لبن رايب على ربع كوبايه حليب حسب اللي عندك، او كوبايه حليب او ربع كوبايه وربع حليب اللي موجود عندك. بس اللبن لو حليب هتحط كوبايه بس وتشيل الربع، لو لبن رايب هتحط كوبايه وربع حليب وكوبايه سكر وكوبايه زيت على سمنه او معلقتين سمنه زبده كبار. بس الكوبايه تكون ناقصه شويه زي نبه صوبح كده، تمام. هنا بقى ايه، وتكون مسخنه الفرن. اول ما تبتدي تجهزي في الكيكه تكوني طبعا مشغله الفرن بتاعك. تحطي الشبكه في النص وتحطي بقى تعمليها على درجه حراره 200 180 على حسب الكهرباء عندك زايده او يعني الكهرباء ضعيفه. انا بعملها على صراحه على 260 او 180 او 200 على حسب ما الكهرباء عندك. هتحطها في فرن البوتاجاز توطي لها النار خالص وتحطها على الشبكه في الرف الاخراني اللي على الصاجه دي، تمام. هنا بصوا الكيكه بسم الله ما شاء الله والله العظيم كانت جابه وتحفه. بس انا الكهرباء عندي زي ما قلت لكم ضعيفه بتغيب شويه يعني، ومش محروقه على فكره الكيكه مش محروقه. انا حابه انا بعشق الجعر اللي هو يكون الجعر الكيكه احمر كده. والله انا كنت باكل الجعر واسيب الوش بتاعها.
بسم الله ما شاء الله، يعني هي ما قعدتش اصلا، اتاكلت على طول لان كان طعمها حلو. وكمان عندي الدقيق مش كويس، يعني لو انت تشتري مثلا دقيق من بره، دقيق اللي هو دقيق يعني فاخر حلو كده، ده في دقيق بلدي. كمان لو الدقيق نضيف عن كده كمان، كانت تتفرجي على الكيكه دي هتلاقيها تحفه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى عملت كوبايتين شاي كده، تاكلي خرطة كيكة، وما كنتش عارفة امسك اصلا، لان انا طبعا قطعتها، طلعتها من الفرن كده وقطعتها. انا بحب صراحة كلها ان هي تكون دافية كده، سخنة لسه. بحب الكيكة كده يعني. وعادي باكلها بعد كده. بصوا الخرطة الخرطة خرطة يعني، بصوا بسم الله ما شاء الله، وطرية وزي العسل. وعلى فكرة هشة من جوه كده، وتحفة تحفة كده. تمام. انا عارفه ان انا لخبطتكم، زي ما قلت لكم ان الجارب ده بياخد كده يعني كوبايه سمنه، كوبايه سكر، وكوبايه وربع لبن رايب او حليب. ايه تاني ربي، بيضتين يكونوا كبار، ورقه بودر، واتنين فانيليا. وتمسكي بقى تعملي زي انا ما عملتها كده، هتطلع معاكي حلوه ان شاء الله. بصراحة يعني الأيام دي مش عارفة يعني بيهف عليا الحلو كده، إن أنا أعمل حاجة حلوة كده. وبالذات الكيكة دي كمان، أو كيكة الشوكولاتة. الولاد بقى كانوا عايزين كيكة شوكولاتة، قلت لهم مرة تانية نبقى نعمل كيكة شوكولاتة. يعني كنت عاملة لهم جلاش امبارح، بس صراحة ما عجبنيش جو يعني. أنا بحبه محشي، هما كانوا عايزين سادة وكده. كان تحفة، طعمه تحفة، بس أنا ما حشتوش يعني. هنا بقى ايه، مسكت نضفت طبعا الشقة كلها، وقلت بقى هفتح الشبابيك كده شوية، يعني زي نص ساعة كده. بصراحة انا ما بفتحش الشباك جد كده يعني، غير والشمس طالعة وداخلة في الاوض كده شوية صغيرين. ليه؟ لان عندنا العفرة جامدة، والهوا بقى عارفين الايام دي شتاء، وهوا الجو مش مظبوط خالص. بصوا الشمس داخلة ازاي على السراير. لما يكون الجو فيه هوا، بص الدنيا بتروح بتتبهدل. لكن طول ما انا مقفله الدنيا نظيفه وزي الفل. دي بقى كانت اوضه النوم، قلت هفتح برضو الشباك بتاعها شويه كده. وهي نظيفه بقى دلوقتي. اولا يعني بص الاول كان فيها هلك جامد، الولاد طول النهار قاعدين في الاوضه. دلوقتي بقى الشاشه ريحتني اللي في الصاله. دلوقتي الاوضه نظيفه خلاص، بفتحها بس هويها واعدل الفرشه بتاعت السرير وخلاص، وبقفل الشباك تاني. بتفضل بقى الاوضه لو اسبوع بتفضل نظيفه، ما فيهاش اي حاجه والله، نظيفه وزي الفل. بس لازم كل يوم اعدل السرير، انفض الكومودينات، امسك بالمكنسه الكهرباء، لازم اشفط الشقه كلها كل يوم. عشان برضو لو ايه سهيتي يوم او يومين هتحسي ان الدنيا مش نظيفه. لو ايدك في الحاجه كل يوم هتلاقي الدنيا رايقه وزي الفل. تمام. بصوا انتوا بتهيألكوا ان احنا لسه بدري او كده. دي كانت الساعه حدود الساعه 8 كده، 7 8، هي كانت 8. انا ما رضيتش افتح الشبابيك غير بصوا لما نضفت الشقه كلها، ولما الشمس طلعت كده وبقت حلو. تمام. هنا بقى ايه، كان عندي شويه الهدوم دول كنت لماهم امبارح العصر، قبلها بيوم يعني، كنت لماهم وحطاهم في الصاله. عدلت الصاله بقى ودخلتهم، اول ما عدلت السرير كده دخلتهم على السرير. وقلت برضو في ساعتها كده، بصوا الحاجة في ساعتها كده تمسكيها تعدليها يعني. اللهم صل على النبي. قلت هنطبقهم بقى معاكم بعد ما دخلتهم في الأوضة على طول. قلت هطبقهم كده واحطهم ايه، كنت واحط كل حاجة مكانها. وكنت حاطة دور في الغسالة كمان. ونشرت دور. يعني انا لميت الهدوم دي كنت لماها من امبارح العصر، كانت ناشفة وزي الفل. نشرت بقى دور وكده. وحطيت كمان دور طلعت دور، يعني كنت حاطاه من بالليل في الغسالة، غسلته وطلعته وحطيت دور مكانه. ونشرته كمان. يعني بصي حاجة ورا حاجة كده. والأكل طبعا لو انت مثلا بتعمليه بتطيبيه، يكون بيطيب على البوتاجاز. انا بقى الاكل ما عملتوش غير اخر النهار. انا تبلت الفراخ، عملت كل حاجة انتوا شايفينها دي، وكنست بالمكنسة الكهرباء، وروقت الحمامات كمان، وده كله. بس الاكل المكرونة وكده ما عملتش غير اخر النهار. يعني في اليوم ده صراحة عملت الأكل آخر النهار يعني. عملت الظهر كده كل واحد سندوتش، وقلت هعمل وخلاص آخر النهار الأكل يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا اللي ما صلىش على النبي صلى على النبي. ودايما كده نذكر ربنا، دايما نصلي على النبي، دايما نستغفر الحاجات العسل اللي بتريح لنا بالنا دي، وتريح لنا قلبنا، وتبارك لنا في حياتنا. اهم حاجة ما ننساش، في الايام الحلوة دي. بصوا الثلاث اشهر دول
بص يعني ايدي على قد ما تقدري كده. وزي ما قلت لكم برضو كل يوم بس صفحة في المصحف، ان انت تجري بس يوم، كل يوم صفحة، وتدعي وتستغفري والحاجات العسل دي، والله العظيم لترتاحي بالك، لا يرتاح كده. عارفوا انا لما بكون زهقانة من حاجة او زعلانة من حاجة، بنيجي مصليه ركعتين كده ونقرا في المصحف لو صفحة واحدة بس، بحس ان انا ارتحت، بحس ان بالي ارتاح. عن تجربة بجد، عن تجربة يعني، مش كلام وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ساعات بقى ايه وانا بطبق الهدوم كده مثلا، اقعد اصلي على النبي كده، اقعد استغفر، نجي ساهيه مثلا اي حاجه، نجي شارده كده ونقعد بقى نفكر في اي حاجه، كلنا كده يعني. بس الواحد بقى بيحس لما تفكري في حاجه، لا بنرجع ايه، لا نرجع تاني نذكر ربنا. بصوا، بتحسي ان دماغك هتشت من مكانها لما تفضلي تفكري في اي حاجه وتشغلي بالك بالحاجات دي. سيبي كل حاجه على الله كده، وسيبي كل حاجه اليومها، يعني ايه، بصي كل يوم وله خيره وله بركته، وكل شهر كمان وكل سنه. يعني ايه، نعمل حساب القدام وكده، بس مش يعني، بصي نسيبها على الله، نسيب كل حاجة على الله كده، وإن شاء الله بإذن الله خير، وكل حاجة حلوة من عند ربنا، كل حاجة بدها لنا الحمد لله على الوحش قبل الحلو، الحمد لله على كل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى إيه، دي الفراخ اللي أنا طلعته. بصوا، بصراحة أنا كنت عاملة في اليوم ده كمية بانيه صراحة، الولاد يعني بصوا مقصرة معاهم أنا يعني. قلت بقى ايه هنطلع، كان عندي الجوانح اللي انا كنت عاملاها معاكم في اكياس وكده، كان عندي بقى ايه من قبلها شويه كده في كيس، طلعتهم وطلعت كمان الجوانح اللي انا كنت مفرزاها من اخر فراخ ذبحتها. وكان عندي شويه كده انا كنت مقطعاهم، الصدرين كده بالعظم بتاعهم، طلعتهم كمان. بص جليت اللي جليته والله، اتبقى شويه كده حطيتهم بالتتبيله بتاعتهم في الفريزر. قلت مثلا ايه، لو يعني اي مره كده نطلعهم جنب شويه مكرونه مثلا للولاد وكده، ساعات ما بياكلوش السمك، اي مره نكون جايبه مثلا سمك، نطلع بقى ايه الفراخ اللي انا تبلتها دي. يعني الكميه اللي انا مطلعاها دي شلت منها شويه كانوا باقيين، حطيتهم في علبه كده بالتتبيله بتاعتهم في الفريزر، ينفعوني بقى. انا اصلا عايزه اعمل شويه يعني ايه، عندي 4 صدور فراخ، عايزه اعمل بهم شويه حاجات كده نحطهم في الفريزر، يعني لزوم ايه، ما تكون الواحد ما يكونش فاضي مثلا، يكون مضغوط، يكون تعبان كده، نطلع على طول ونجلي على طول، تكون الحاجه جاهزه. بتنفع صراحه والله، كنت بعمل كده على طول، بس بقالي فتره بقى ايه ما بعملش وكده. قلت لا ان شاء الله هنعمل شويه حاجات من دي، يعني بتبقى موفره من ناحيه، ومن ناحيه كمان ايه بتسهل عليك، يعني مثلا طبق بطاطس تقليه كده جنب الحاجات اللي انت هتطلعها من الفريزر تقليه، مع شوية مكرونة مع شوية رز عندك من قبلها يعني، عندك مثلا بواقي أكل عايزة تكملي عليه، وعديك اليوم وخلاص كده يعني. بتنفع بص في كل حالاتي، وأي تفريزات صراحة بتنفع يعني. بس أنا ما بحبش أفرز الطير أبدا، يعني إن أنا نذبح مثلا البط وأفرزه وكده، لا بنفضل بقى نذبح منه صابح يعني، على الأكل ده. لما تذبحيه وكده بيسهل عليكي وكده يعني. بس بس بقى ايه ما بيبقاش طعمه حلو زي مثلا لما تذبحي الطير صابح وكده. بس خلاص، بصوا هنا كده، بصوا صريق الجرب الكيكه كان خلص بسم الله ما شاء الله، بس كنا هنا كده كنا اخر النهار يعني، كانت بقى خرطه بس فيه، هو كان صغير يعني، بس الولاد حبوها صراحه. طول النهار بقى ايه ما عملتش اكل غير اخر النهار بقى، ايه اللي عايز ياكل مثلا خرطه كيكه، اللي نعمل له مثلا سندوتش، عملت لهم كل واحد سندوتش كده، وطبعا الكيكه كانت موجوده يعني، اللي جوه قلت لهم اللي جعان ياكل كيك، يعمل كوبايه شاي كده وكوبايه شاي بلبن مع خرطه كيك. تعالوا بقى نرجع نكمل الفيديو. بصوا انا اصلا قفلت التليفون لان محمد ابني كان مشغل الشاشه وكده على الدرس، على مراجعه العربي. عندهم بكره امتحان عربي، محمد وعبد الله وشاهين ده كمان، لانهم كلهم في سنه، في اولى ثانوي واولى اعدادي ورابعه ابتدائي، عندهم بكره امتحان. محمد كان مشغل بقى مراجعه العربي وكده، كان الصوت التلفزيون عالي، معرفتش ان انا نكمل معاكم كده، قلت لما يناموا نكمل مع بعض كلام يعني. هنا بقى عملنا صلصه المكرونه و
طبعا عملت لها توم وحطيت سمنه زيت في الحله، وشوحت التوم كده، وبعد كده نزلت بالصلصه. مش هحط السمنه الزبده غير ايه لما تبتدي الصلصه تطيب. يعني عايزه عادي تشوحي التوم، تحمري التوم بالسمنه، مش عايزه تحطي زيت خالص ما تحطيش، بس الزيت برضو بحل المكرونه، يعني بخلي المكرونه طعمها حلو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى تعالوا ايه، انا طبعا كنت غسلت الجوانح وكده وعصرت عليها ليمونه، هنشطفها وهنحط بقى ايه، نعمل التتبيله. عملنا التتبيله ازاي؟ زي ما بعملها معاكم كل مره. قطعت بصلايه في الخلاط كده على معلقتين لبن رايب. انا كنت حاطه 3 معالق لان الكميه كبيره. حطيت لبن رايب مش بالمعلقه، والله انا خدت شويه كده وحطيتهم. وحطيت شوية خل برضو زي ربع كوباية خل كده، وعصرت ليمونتين. وهنا بقى تعالي حط البهارات اللي انت بتحبيه. حط بس اللي هو الكمون وفلفل اسود وهنحط بهارات فراخ، وقلي بقى الايه اي بهارات انت بتحبيها. عايزه تحط مكعب مرق كمان اللي يعجبك يعني. تمام. هنتبل بقى الفراخ ايه بس تضربي البصل كويس، يعني تخلي بصي التتبيله كلها زي ايه، زي الميه كده. عشان لما تيجي مثلا تعصي الفراخ وكده ما يكونش البصل، يعني يكون في حته بصل وكده. لازم تنعمي الخليط كله كده، تنعميه خالص. بقى عايزه تفتحي الجوانح كده من النص عادي يعني. بصي هي ما بتاخدش طياب اصلا، وعلى فكره طعمه خالص، وبتبقى مجرمشه كده وطعمها زي العسل. وكنت مطلعه، كنت عامله شويه كده مقطعهم بعضمهم، اللي هو الصدر وكده بعضمه، وطلعته كمان يعني. هنا بقى ايه هنحط، كنت حاطه الميه تغلي للمكرونه. المكرونه دي اسمها سوتس، يعني هي مكرونه بصوا ملويه كده. دي قلت هجربها، بس الصراحه طلعت حلوه يعني. بصوا في انواع اصلا مكرونه ياما، في اللي هي القواقع، خواتم، سوتسي، مكرونه جلام، سباكيتا. بصوا انواع ياما للمكرونه يعني. بس انا كل مره كده ما بشوف نوع جديد يعني كده هو مش جديد، هو يعني عادي. بس انا لما يعني في واحده بتيجي لنا عندنا في البيت وكده ما بتجيبش الانواع دي. لما بروح البلد بقى بجيب ايه اللي قلت هجرب بقى النوع ده وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى ايه هنحط اللي هو الخلطه دي. بصوا اللهم صل على النبي. كنت عامله، كان عندي عيش كنت فرماه عاملاه يعني بقسماط. حطيت بقسماط، وكنت شاريه فيجيتار اللي هو اللي كنت مصوره معاكم قبل كده برضو، الفيجيتار الفرد بس كان بارد. وحطيت دقيق، وحطيت كل كورن فليكس، اللي هو مش كورن فليكس، البتاع اللي انا بجيبه للفراغ دي. حطيته. بص بتحطي بقى التتبيله ده، وتحطي شويه ملح عشان انا مكتره دقيق. صراحه انا بحب نجلي الفراخ بالدقيق، بحب اكتر على الخلطه دي. مكتره يعني لان هتعملي فيجيتار صافي مش هتقضي يعني ايه ان انت تعملي بيه. بحط بقى اللي هو البقسماط والفيجيتار والدقيق، واللي هو الكريسبي. ايوه اسمه كريسبي، اللي انا بجيبه للفراخ ده بيخلي الفراخ معاكي مجرمشه شويه كده. عملت شويه، نعمت شويه، وحطيتهم برضو ايه في التتبيله بتاعت الفراخ دي. امسكي بقى تطلعي الجوانح. بصي بقى ممكن ايه تطلعيهم من الخلطه كده تعصيهم دقيق من الخلطه دي، وترجعي ترديهم تاني في الخلطه يعني في التتبيله وكده. بتعمل لك بقى ايه طبقه حلوه مجرمشه كده وحلو. بس انا كنت بقى ايه بعمل على طول كده بستسهل يعني. كنت خطا الجناح كده كنت بحطه مرتين في الخلطه. بص الخلطه ناعمه اصلا مش هتحرق معاك ازاي. وبص عايزه بقى تطلعي الفراخ كلها لون واحد وشكل واحد وشكلها لونها ذهبي وحلو كده. تصفي الزيت انا كنت حاطه علبه كده، ما تكونش بلاستيك عشان هتسيح يعني. كنت حاطه علبه، كل ما نطلع دور نرجع نصفي الزيت ونرجع نحطه في الايه في الصينيه تاني. عشان في بقى بيبقى بواقي فراخ كده بتحروج معاكي، بتيجي بقى ايه الدور اللي بعده بتحطيه الفراخ بيبقى لونها شكلها مش حلو كده يعني. لكن صفي الزيت عادي في صفايه كده، حطي مصفى صفيه، وبعد كده رديه تاني في الصينيه. هنا حطينا ايه، حطيت معلقه سمنه زبده كبيره، وحطيت كمان اللي هو مكعبين مرق وملح وكمون وخلاص، وفي شويه فلفل اسود. المكرونه عايزه اقول لكم كان طعمها عسل. بحب ايه المكرونه تولعي عليها بعد ما تحطي لها الصلصه شويه كده، وبعد كده ايه تطفي عليها يكون فيها صوص خفيف كده.
يعني ما تكونش طابت خالص كده، لما بتغرفيها كده تكون طرية شوية، بتبقى تاكليها بصي هتعشقيها كده، بتبقى حلوة خالص. تمام، هي اصلا حلوة كده، هي طيبة وحلوة، انا كمان سهيت عليه. لكن لما بيكون فيها شوية صوص كده، يعني هي لازم ان انت تطيبها لما يكون عندك ضيوف، تكون شافة كده وحلو. لكن انت لو هتاكليها انت جربيها كده، تكون ايه، يعني طرية طرية سنة كده، مش معجنة، يعني فيها صوص خفيف كده، ما تكونش اتشربت المية بتاعتها والسمنة والصلصة كلها يعني. تمام. وتغرفي بقى منها وتاكلي. هنا حطيت، بصوا، عايزه اقول لكم ان الفراخ كانت مجرمشه وعسل. بصوا، والحتت اللي انا كنت متبلاها دي، يعني لوحدها اصلا انت تاخدي القطعه كده هتغطيك وتشبعك كمان. هنا خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون ضيفه خفيفه على قلبكم، حبايب قلبي اللي دايما منوريني ومشرفيني. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا، ونفضل كده مع بعض طول العمر. وان شاء الله باذن الله مش هتاخر عليكم تاني، يعني ايه، عدولي بس الايام اللي عدت دي، وان شاء الله هنرجع مع بعض احلى من الاول كمان، لان اصلا كل ما اتاخر كمان القناه بتنزل. وكمان انتوا ساعات في ناس بتنساني كده وما بتدخليش تاني، مش عايزاكم ان انتوا تنسوني كده ولا تنسوا عني، عايزاكم دايما معايا كده منوريني ومشرفيني. يلا اشوفكم في فيديو جديد، في رعايه الله، مع السلامه.